بعض الروايات قرأتها في بعض المناظرات في بعض القنوات أن عمر دخل إلى بيت علي، تصور، وأخذه شده كالجمل المخشوش بالخاء، يعني اللي شربان خشخاش يعني مخدرات. في المنتصف أنا لست أتدخل بين المتناظرين، لكن ما أفهمه من خلال الحلقات الماضية أننا نتحدث في أصل من أصول إخواننا الشيعة وفي أصول لهم. وقلت ودائما أكرر أن الأصول الاعتقادية لإخواننا الشيعة هي الإمامة، عصمة الإمام، المهدي المنتظر، التمسك بأهل البيت، سب الصحابة، تحريف القرآن. هذه الأصول الاعتقادية. أما الأصول العملية لإخواننا الشيعة فهي زيارة المراقد، نكاح المتعة، خمس المكاسب. اسمع، روى الشيخ الطوسي والنعماني عن الإمام الرضا المعصوم عليه السلام: إن من علامات ظهور المهدي أن يظهر عاريا. هي هدية حلوة كثير على مذهب الحلوين الشاميين، أن يظهر عاريا أمام قرص الشمس. فأيها المسلمين، أيما رأيتم رجلا عاريا فهو يكون من علامات ظهور المهدي. تفضل شيخ شهيد، ولك 5 دقائق كما أخذ المتناظرين. 5 دقائق مقابل 2 أخي، وهم أخذوا 5 ب5 وأنت ثالث. لا 10 دقائق. عذرا سيدي، عذرا أخي الفاضل، 5 لسني اتصل و5 لفضيلة الشيخ عدنان، فلك 10 دقائق. يبدأ الطيب على الشاشة وتفضل. أحسن، بس مع الأخذ في الاعتبار. من فضلك لا أنا أحدد لك نقطة البحث يا رجل. يعني من فضلك أنا أربط محور الحلقة اليوم حول صفات الأئمة، وقد سألك فضيلة الشيخ عدنان حول هل يعلمون الغيب، حول الأدلة حول هذا، هل هم يوحى إليهم والأدلة حول هذا. وإن كنت من قبل كان من الأفضل أن نتفق على المنهجية. هذا سؤالي، المنهجية اللي بينك وبين الشيخ عدنان حتى نكمل الحلقة، كيف تتفقا؟ تفضل يا شيخ شهيد. يعني المرجعية لنا مين؟ تفضل. احسنت. انا الان انا بسأل سؤال بس، المرجعيه اللي هنصل اليها بعد اذن حضرتك، عشان بس ما نضيعش وقتنا ووقت القناه في سجالات. بعد اذنك شيخ شهيد، يعني المرجعيه اللي هنرجع اليها ولسه لم نسحب وقتك، يعني المرجعيه اللي نرجع اليها في المناظره ايه؟ ما هي مرجعيتنا؟ تفضل في طرح الاسئله والرد عليها. تفضل. بسم الله. اخي محمد، لم تجبني يا سيدي انا فقط اريد ان اوصل. اقول اخو محمد واجيب. انا كيف اجيب اذا ما اقول اخي غير اخاطبك واقول اخي محمد؟ اسالك انا، ما هي عقائد الشيعة؟ لا تضيع وقتي. انا اقرا من كتاب، لا اعرف عقائد الشيعة. اذا اسكت يا اخي. اسال المتناظر يا رجل، اسال المتناظر يا شيخ شهيد. انت عايزني طرف في المناظره؟ هل انا مش طرف في المناظره يا شيخ شهيد؟ مع شيخك العرعور. تفضل يا شيخ العرعور، تفضل. يعني يتحدث شيخنا العرعور. تفضل. الكاميرا وجهوها للشيخ العرعور رجاء من المخرج. سؤال للشيخ العرعور محرج ايضا. ما هو الجمل المخشوش شيخنا العرعور؟ الجمل المخشوش، ما معنى المخشوش؟ اسمع انا اجيبك. الجمل المخشوش هو الذي لا يجيب عن الاسئله كانه شربان خشخاش. الجمل المخشوش اللي شربان مخدر. تمام. اليوم ان شاء الله سابقة معكم الى اخر الشهر، سابقة بهذا الصوت الذي يجلجل والذي ينقل حجة السني مع الشيعي مقابل السلفية الثلاث. اسمع اخي، الجمل المخشوش لا كما فسره الشيخ العرعور. انا اعترض اعتراض لانه هذا اضاعة للوقت. انا اعترض امام الجمهور. لا ياخذ وقت. انا ابدا لا اسمع يا ايها المخرج، انا اعترض. انا سألته، هذا ضياع للوقت. يعني الجمل الان دعه وقت يا شيخ عدنان. لحظة بعد اذن حضرتك، يعني دعه يقول ما يشاء من فضلك، و10 دقائق لا، والسادة الجمهور يشهد. الجمهور يشهد. تفضل يا شيخ شهيد. عفوا على المقاطعة. لحظة. هذا إذا كان ضيع وقته أو ضيع وقتي ليست مشكلة 10 دقائق، لكنه يضيع أوقات عشرات الجمهور أوقاتهم ويستغفلهم، والآن ده يبحث. هم يحكموا يا شيخ عدنان بعد إذنك. هم يحكموا. اتفضل يا شيخ شهيد. عفوا على المقاطعة. عفوا شيخ شهيد، اتفضل. أحسنت. الآن نتحدث معكم أيها الأحبة عن أن الشيخ لا يعرف معنى الجمل المخشوش.
لا يعرف معنى الجمل المغشوش، لأن معنى الجمل المغشوش هو الذي وضع الخشاش في أنفه، والخشاش هي خشبة تعترض الأنف. فتبين أن الشيخ العرعور، وهذه هدية مني إليه، أنه يجهل بأبسط معاني اللغة. وكذلك الأخ محمد المتحدث معهم الثالث الذي هو يدير البرنامج لا يعرف عقائد الشيعة، وجاءوا عصبة وعصابة سلفية في هذه القناة تريد أن تتحدث عن عقائد الشيعة وهم لا يعرفون عقائد الشيعة. فاضحكوا في هذه الليلة والليالي القادمة إن شاء الله. نتعلم منك سماحة الشيخ سعيد، نتعلم منك أيها الأحبة. ادخل في الموضوع ونتعلم منك. أنا أعرض على مسامعكم أيها الأحبة. أعرض الآن الشاشة أمامي، مخرجنا عمر، أخ عمر، إذا أمكن تعطي الكاميرا إلى الشيخ العرعور. لا، المخرج اليوم اسمه محمود. أخرج لكم تلك المخازي أيها الأحبة في هذه الليلة. عندما نقل قبل قليل الشيخ العرعور كلمة عن الإمام الرضا، أن الإمام المهدي يظهر عاريا أمام الشمس، الآن يخرجها أمامنا في الشاشة وليكذب الشهيد البغدادي، أو هو يخرج من برنامجكم الآن ويعلن كذبه على الشيعة جميعا. كذاب أشر يعتمد على الكذبة. الآن أمامكم مكتبة كاملة عند الشيخ العرعور، أتحداه أن يخرج هذا النص أنه يخرج يظهر عاريا أمام فرص الشمس. الآن العازمي وعثمان الخميس والشيخ الدمشقية وكل من في الدنيا من السلفية، أعينوا شيخكم العرعور وأخرجوا له ذلك النص، لأنه حقيقة في هذه الدقائق خزي أمام الجميع وتبين أنه كاذب على الشيعة ولا يعرف شيئا عندما قال أن الإمام المهدي يخرج عاريا أمام الشمس. خسئت شيخنا العرعور عندما تتكلم عن إمام من أئمة المسلمين يصلي خلفه عيسى صلوات ربي وسلامه عليه، وأنت تتحدث بكل وقاحة عندما تقول أن الشيعة يقولون أن المهدي أفضل من محمد. لا والله ما قالها شيعي على وجه الكرة الأرضية. فلماذا تكذب شيخنا العرعور؟ في تلك تكذب وفي هذه. أيها الرجل كفاك تدليسا في هذه القناة. أيها الناس اسمعوا، أحبة السنة، أحبة المباركين، من أولئك الذين بعثوا لي رسائل مخزية تتحدث عن العرعور وعن تدليسات العرعور وعن كذب العرعور على الشيعة وعن ممثل يخرج على هذه القناة يدعي الحيادية فلا يعرف عقائد الشيعة ولا يعرف أصول الشيعة، وهو يتحدث ويأتي بالكتب ويقول أنا أسألكم لأني أقرأ في تلك الكتب. أي كتب التي تقرأها؟ لماذا لا تأتي بكتب؟ الآن نعود إلى كذبات الشيخ العرعور في هذه الليلة المباركة التي أرجو من كل شيعي وسني أن يسجد شكرا لله على إخراج هذا الرجل من الاستوديو وهو يشعر أن في نفسه شخصا كذابا. نرجع إلى شيخك العرعور والمغشوش الذي لا يعرفه الشيخ العرعور. النص الثالث في هذه الليلة التي أكحل بها عيون الأخوة الأحبة من السنة والشيعة، الذي كذب فيه على الجميع أمامكم، يقول أخذه عمر واختبأ تحت السرير. هذه روايات شيعية. أين اختبأ تحت السرير؟ أكرر، أين الرواية التي قالوا فيها أنه اختبأ تحت السرير؟ ستختبئ إن شاء الله بعد قليل تحت كرسيك من تلك المخازي التي تنقلها عن الشيعة كذبا وافتراء. ولكن أقول أنك في هذه الليلة خزيت شيخنا العرعور عندما نقلت عن الإمام الرضا كاذبا وعن أئمة أهل البيت أنه يظهر عريانا أمام قرص الشمس. هذا واحد. وكذبت أيضا عندما قلت في هذه العبارة أن أمير المؤمنين قد اختبأ تحت السرير، وكذبت في تلك وأخطأت في تلك الثالثة أيضا وهي الطامة الكبيرة. إن شاء الله سنستعرضها بعد قليل، نتركها إن شاء الله في الوقت الآتي إن شاء الله. الآن أتحدث معكم أخوة السنة في هذه الثواني الأخيرة عن شخص
من الأشخاص الذين كانوا يبغضون عليا، وقد روى لهم البخاري عمران بن حطان الرقاشي الخارجي يقول في قاتل علي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يقول: لله در المرادي الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق إنسانا. يتحدث عن علي أنه شر الخلق، ومع ذلك يأتي البخاري فيروي عنه. شكرا انتهى وقتك. تفضل شيخ خالد. يعني اعتقد ان الساده مشاهدينا يعرفون الاجوبه التي اجابها الشيخ شهيد، وربما حددوا ووضعوا يدهم على الجرح.